السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده اعمل معاكم افكار كتيره من اعاده التدوير، ان شاء الله تعجبكم. اول حاجه هنصلي على النبي. معايا الكرتونه دي قصيت كل الاطراف بتاعتها، وعندي قماش الخيش ده هبدا اقيس 2.5 سنتي، وهسحب خيط من القماشه علشان لما اقص الشريط يبقى معايا متساوي. قصيت الشريط زياده حوالي 5 سنتي عن طول الكرتونه. هحط حبه شمع وهبدا اثبت الشرايط. هلف على الكرتونه كلها. قصيت شريط نفس العرض بس بطول الكرتونة كلها. هحط حبة شمع واثبته، وهثبت شريط فوق منه وشريط تحت، وبعد كده هجيب الشريط التاني هعمل العكس. اللي تحت هخليه فوق واللي فوق هخليه تحت. هيدينا شكل المربعات التحفة ده. هحط حبة شمع في قلب الكرتونة وهبدأ اثبت الشرايط. هجيب قطعة من الخيش وهبدأ اغلف بيها قلب الكرتونة كله. حبايب قلبي، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تنوروني بالاشتراك وتدعموني باللايك وتكتبوا لي تعليقاتكم الجميله اللي بتفرحني. جبت غطا الكرتونه اللي انا قصيته، سويته في الجناب وغلفته بالخيش، ثبته كده في قلب المنظم. وعندي شريط الدانتيل ده ثبته كده على الاطراف. جبت جزء من الخيش ثبته كده في القاعده وقصيت الزياده، وبنفس شريط الدانتيل لفيت على المنظم كله. بقى معايا بالشكل الجميل ده. عملت منه 2. ده رول ستيكر كان عندي. لو عندك عصاية مكنسة هيبقى افضل وهتبقى معاكي متينة اكتر. جبت شريطة من الخيش وبدأت اثبتها كده في قلب الرول، ولفيتها على الرول كله بالشكل ده. عملت منها 4. حطيت حبة شمع حلوين وثبت الرول في جنب المنظم. المنظمات دي تحفة، شكلها شيك وهتلم معاكي حاجات كتير. بعد ما خلصته بالشكل ده كان معايا فرع الورق ده، بدأت ازين بيه المنظم. اقسم بالله شكله تحفة في الطبيعة. الكاميرا عندي ظلماه، حاجة كده في منتهى الجمال. اما الفكرة القمر دي هعملها من علبة كحك كانت موجودة عندي، وده استراس انا كنت جايباه من منشية عندي من زنقة الستات. هلف على العلبة بالدبل فيس، وبعد كده قصيت الاستراس على مقاس العلبة وبدأت اثبته. لو ثبتيه بالشمع ممكن يسيح معاكي لان الاستراس ده فيه لزق من تحت. خلصت اول جنب معايا وقصيت الزيادة، وبنفس الطريقة اللي عملت بيها الجزء اللي من فوق هعمل برضو الجزء اللي فاضل من العلبة. بأي علبة موجودة عندك ممكن تنفذي الفكرة دي. النتيجة في الآخر بقت روعة. فاضل معايا الجزء اللي في النص ده، قصيت له شرايط من نفس الاستراس بس الشرايط اللي في النص. لفيت على الجزء اللي فاضل كله، بقت معايا بالشكل القمر ده. هقلبها معايا على الظهر، ومعايا الرجول الجميلة دي هتلاقيها عند اي محل بويات، رخيصة مش غالية. حطيت حبة شمع لكل واحدة وثبتهم. عندي الجزء ده من الازاز قصاه على شكل العلبة بالظبط على مقاسها. حطيت شريطة من الدبل فيس وثبت نفس الاستراس على الجناب بالشكل ده، وثبت جزء كمان في القلب، وثبت واحدة من الرجول في قلبها عشان امسكها منها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. خلاص انا كده خلصتها، بقت معايا في منتهى الشياكة. لو عايزة تعمليها تقسيمة في النص ممكن تعمليها عادي،
بس انا سبتها زي ما هي كده. هتقدمي فيها الكحك او البسكوت او الشوكولاتة، تحفة. وعلشان اكمل الشياكة بتاعت العلبة دي، حبيت اعمل لها علبة مناديل جنبها. جبت العلبة الصغيرة دي ورسمت الشكل البيضاوي في قلبها وقصيته. ده ستيكر مطابخ، قصيت منه جزء. غلفت العلبة كلها من الداخل بالشكل ده، وقصيت كمان الدايرة شورة صغيرة كده، وتنيت الزيادة لبره. وجبت جزء تاني من الستيكر، هبدأ اغلف بيه الشكل من بره. قصيت الشكل البيضاوي في قلبه وهثبته بالشكل ده. هثبت الدبل فيس على العلبة كلها من بره. وجبت الاستراس، غلفتها زي ما غلفت العلبة في الاول. حطيت حبة شمع صغيرين وثبت شريط اللولي كده على الاربع جناب، وثبت جزء من الاستراس على الشكل البيضاوي. بقت معايا بالشكل التحفة ده، شكلها قمر. قصيت جزء من الستيكر وغلفت بيه القاعدة بتاعت العلبة، شكلها بقى قمر قمرين. يا ريت يا حبايبي تكتبولي في الكومنتات اي فكرة عجبتكم اكتر. معايا كرتونة بالحجم ده، هنعمل بيها المنظم التحفة ده. ده حبل غسيل، هبدأ ألفه على الكرتونة بالشكل اللي انتوا شايفينه. جبت شريطة من الاسفنج، شريطة صغيرة. هبدأ احط حبة شمع واثبتها على طرف الكرتونة من فوق. انا عندي القماش ده، هجيب جزء منه وهبدأ اخيطه في قلب بعضه بالشكل ده. لو مش حابة تخيطيه ممكن تثبتيه بالشمع عادي. بعد ما خلصته هبدأ اثبته في قلب الكرتونة بالشكل ده، وهاجي على الجزء اللي في الطرف من بره وهبدأ اثبته بالشمع، واحط حبة شمع حلوين وهثبت القماشة في قلب الكرتونة من جوه. جبت قطعة من الكرتون وقطعة من الاسفنج، وهغلفها بنفس القماشة اللي انا غلفت بيها. هحطها في قلب المنظم من جوه بالشكل ده. قصيت جزء من الكرتون صغير. بعد ما غلفته هاجي في نصه كده بالظبط وهبدأ هقصه كده، بس مش هقصه للآخر. وغلفت جزء كمان وهبدأ اثبتهم في قلب بعض بالشكل ده. ثبتهم في قلب المنظم. التزيين ده راجع ليكي. انا جبت 3 ورقات من ورق الشجر وثبتهم بالشكل ده، وثبت معاهم 3 وردات. وجبت قطعة من الكرتون على مقاس القاعدة وغلفتها بنفس القماشة وثبتها في القاعدة بالشكل ده. بقى معانا المنظم التحفة ده، شكله زي القمر وهيشيل معاكي حاجات كتير. اما المنظم القمر ده هنعمله من كرتونة العروسة دي، كانت مرمية عندي. قصيت الاجزاء اللي بايظة عندي، قصيت اجزاء من الكرتون علشان تقوم معايا المنظم. هبدأ اجيب اول جزء هغلفه بالقماش. القماشة هتكون كبيرة شوية معايا من الجناب علشان انا عايزة الحروف تبان بعد كده. وكمان هغلف الجزئين اللي في الجناب اللي هم على شكل ربع دايرة. عند الدوران هقص شرايط كده عشان تتغلف معايا حلو. خلاص انا كده غلفت كل الاجزاء. هبدأ اجمعهم. حطيت حبة شمع وثبت الاجزاء اللي في الظهر. عندي القماش الفوشيا ده هبدأ اثبته على الكرتونة من الداخل، وهسيب جزء من اطراف القماش المنقوش. انا مش هغطيه كله، هيدينا شكل حلو في الاخر. قفلت الشكل الخارجي للمنظم
جبت قطعة من الكرتون على مقاس المنظم من الداخل وغلفتها نفس التغليفة، وعملت منها 3 أجزاء، كل جزء أصغر من اللي قبله حوالي 3 سنتي. هحط حبة شمع وهبدأ أثبتهم كده في قلب المنظم. المنظم ده تحفة وهيشيل فعلا حاجات معاكي كتير، وممكن توقفيه بكذا شكل. قصيت ربع دايرة وقصيت قطعتين من الكرتون وغلفت كذا جزء من رول المناديل. هبدأ أثبتهم في الجنب. لو مش عايزة تعملي الخطوة دي ما تعمليهاش، بس جميلة لو حابة تلمي فيها أقلام أو مساطر أو بريات هتبقى تحفة. كل رول بحط عليه حبة شمع وأثبته في اللي قبله، وبعد كده ثبت نص الدايرة والجزء الصغير اللي نقصاه من قدام. ممكن تقلبي المنظم وتوقفيه معاكي بالشكل ده، هتثبتيه على كذا شكل انت عايزاه. وزينته اخر حاجة بشريط الستان وثبت عليه الورود الجميلة دي. المنظم ده انا هعمله من كرتونتين. اول كرتونة قصيت منها الجزء الصغير ده، والكرتونة التانية هقص الاجزاء الخارجية ليها زي ما انتوا شايفين كده. هثبت الكرتونتين في قلب بعض وهحدد المقاس اللي انا عايزاه. بعد ما قصيتهم عملتهم جزئين هبدأ اقفلهم زي ما كانوا، واثبت قطعة من الكرتون في قلبهم، وثبت قطعة من الكرتون في القاعدة. عندي خافض اللسان ده هبدأ احط حبة شمع على كل جزء واثبته على الكرتونة كلها. خلاص انا ثبتها بقت معايا بالشكل الجميل ده. وهثبت كمان على الاجزاء اللي من قدام اللي هي الارفف اللي انا هعملها. وفتحت الجزء العلوي للكرتونة، انا هعمله كده بيتقفل ويتفتح، وقطعة من الكرتون قفلت الدرج. حطيت حبة شمع على ظهر الكرتونة وبقطعة من الخيش غلفتها وقصيت الزيادة، وجبت خافض اللسان وبدأت اثبته كده على الجناب عشان يبقى معايا جامد ومتين. ثبت كل الجناب بخافض اللسان بالشكل ده، وجبت شريط الدانتيل ده وبدأت اثبته على الارفف. غلفت الدرج من الداخل عشان يبقى شكله نضيف وحلو. بقى معايا بالشكل الجميل ده. غلفت كذا رول هحطهم كده في الرف اللي من فوق عشان لو في خواتم تثبتيها في قلبهم، واي توك او اكسسوارات ممكن تحطها في الارفف اللي تحت. رقيق وعملي. الفكرة دي كمان لمنظم الاكسسوارات، بس بسيطة خالص وشكلها تحفة. عندي الكرتونة الصغيرة دي هبدأ اغلفها بالستيكر من الداخل بالشكل اللي انتوا شايفينه، وهقص جزء كمان من الستيكر واثبته عليها من بره اغلف بيه الشكل الخارجي. هجيب قطعة من الكرتون على مقاس القاعدة واغلفها بالستيكر نفسه وهثبتها كده في قلب القاعدة. خلاص انا كده غلفتها كلها. هجيب الدبل فيس واثبته على العلبة كلها من بره بالشكل ده. شلت ستيكر دبل فيس وانا عندي الاستراس ده جايباه من زنقة الستات. هغلف العلبة كلها من الخارج بالشكل ده. بعد كده هقص جزء صغير وهغلف بيه القاعدة. ممكن تغلفي القاعدة في الاول. جبت قطعتين من رول المناديل وغلفتهم بنفس الستيكر. هتعمل لها منظم للتوك. جبت قطعة من الاسفنج وغلفتها وعملت فيها فتحات علشان نثبت فيها الخواتم. غلفت قطعتين من الكرتون هثبتهم في الجنب واثبت عليهم رول المناديل.
جمعت كل الاجزاء كده في العلبة، هقلبها على الظهر واثبت فيها 4 لوليات. لو عندك لولي اكبر من ده ثبتيه، شكله بقى تحفة. يا رب تكون الافكار بسيطة وعجبتكم وتكونوا استفدتوا منها، واستنوني في فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.